اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ أخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير. شفتوا النهاردة هنعمل أكل بقى بتاع مامتي ومامتك وأمي وأمك، يعني بتاع زمان. يلا بقى نبدأ مع بعض. هاتي بقى كده اللحمة بتاعتك والبصل والتوابل وتعالي معايا. جبنا حلة وحطينا فيها ايه، معلقة سمنة، معلقة سمنة كبيرة كده، ورحنا رصين بقى اللحمة بتاعتنا في قلبها. هناخدها كده تحميرة كده بسرعة وجبنا التوابل بتاعتنا، ورق لورا، آه و... وحبهان وفلفل اسود وكمون وعود روزماري فريش. قعدنا بقى نقلب لما نخليها تحمر خالص، وبعد كده جبت قوط طماطمية كده قطعتها معاكم مكعبات عالية، بتبقى مخلية اللحمة مسكرة على فكرة. طماطم بتخلي اللحمة مسكرة قوي. وجبت بصلاية كبيرة وجزراية، وغليت المية بتاعتي وحطيتها على قلب اللحمة. يبقى احنا كده حطينا التوابل بتاعتنا، عود روزماري، وحطينا فلفل اسود وكمون وشعرة كده حبهان وطماطمايه وجزرايه وبصلايه، وركنا اللحمه بتاعتنا على جنب. ونجيب الحله بقى ايه، ونحط فيها معلقه سمنه عشان هنعمل شويه رز معاكم، عشان هنعمل النهارده فته. هنعمل فته النهارده. وحطينا طبعا النص الرز هنعمله شعريه، والنص التاني هيبقى ابيض. المهم جبت الشعريه بتاعتي وايه، وقلبت كله لحد ما الشعريه احمرت. وحطيت الرز كله بقى ينزل يصلي على النبي يا اخواتي، ويعمل كده كومنت حلو لشهرزاد حبيبتكم، ويشترك لها في القناه عشان انا بحبكم في الله، وربنا يخليكم ويدومكم عليا نعمه يا رب. حطيت الملح بتاعي ظبطته، وقلبت الرز وغطيت الرز بتاعي. وكان عندي بقى شويه مواعين بصراحه، كنت تعبانه قبلها بيوم. بصوا انا اصلا حتى صوتي باين عليا، بالله عليكم تدعوا لي عشان انا تعبانه بجد يعني. مسكت المواعين كان قبلها بيوم، طبعا ما قدرتش اغسلهم. وقلت كده دخلت على المطبخ، طبعا قلت اعمل لاولاد الاكل. ودخلت بقى قلت بالحب كده واستعنت بربنا وقلت يا رب عيني عشان اعمل اكل لولادي واخلص شويه المواعين اللي في المطبخ. والحمد لله ربنا عني وقدرت ايه اخلصهم. وطالما داخله بالحب بتعملي الحاجه بتخلصيها بسرعه، حتى لو كنت تعبانه برضو. هي ست مننا كده، يعني بتبقى تعبانه بس بتيجي على نفسها وبتبقى عايزه تخلص حاجتها بسرعه وتنجز وتعمل لاولادها احلى اكل واحلى حاجه. وربنا يخليكم ولادكم يا رب، ويخلي ولادي انا كمان. كده لحمتي بقى انا خلصت اللي كان في ايديا المواعين، وزودتها تاني ميه مغليه لان كانت الميه اتشربت شويه. اللحمه كانت ريحتها جميله جدا. وكده طبعا ظبطت الملح بتاعها، لان هي اللحمه ما بتحطش عليها ملح غير لما بتستوي. رحت حاطه الماء المغليه وحطيت الملح بتاعي ظبطتها، والرز دي كده استوى. واللحمه بتاعتي نقلتها على الناحيه التانية عشان العين دي بتبقى اشد شويه، هتاخد غلوه وهشيلها هي كمان. وبعد كده طبعا جبت معلقه سمنه، وخرطت بصلايه رفيعه او صغيره يعني، وخرطتها خرط رفيع جدا. انا كنت ممكن ابشرها بس انا ما حبيتش ابشرها عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، فقلت اخرطها رفيع قوي معاكم. هنعمل بقى النهارده شويه كده تسقيه على مزاجكم، بتاعت امي وامك. انا كنت امي الله يرحمها، ادعوا لامي وابويا بالرحمه وامواتكم جميعا، الله يرحمهم جميعا. حطيت البصلايه حمرتها، وحطيت معلقه توم مهروسه وحمرتها مع البصلايه، وطشيتها بشويه خل. وبعد كده رحت ضربه القوطه بتاعتي ورحت حطها على قلبها، وحطيت لها الملح بتاعها وظبطت الملح، ما حطيتش اي حاجه عليها غير هو كده. وبعد كده جبت العيش بتاعي قصيته وهدخله معاكم الفرن، احط عليه معلقه سمنه بلدي كده واروح مدخلاه الفرن معاكم يحمر كده. جبت السمنه ايه، حطيت له معلقه سمنه وحاولت اقلبه كده، وعشان كله يبقى زي بعضه ياخد من معلقه السمنه وكده. هو احمر، طلعته من الفرن، كان خد اللون بتاعه احمر وقرمش، كان مقرمش قوي. جبت الشوربه بتاعتي طبعا بقى وصفيتها علشان البصل بقى والجزر والحاجات اللي بحطها على الشوربه. وبعد كده رحت جايبه ايه، الشوربه بتاعتي اللي انا صفيتها ورحت حطاها على كنت انا بقى حطيت معلقه صلصه على قلب الشوربه، بس طبعا ما جاتش في الكاميرا. معلقه صلصه من دي وسقيت بيها العيش بتاعي،
وبعد كده رحت جايه غارفه بقى، طبعا كان العيش اتشرب الشوربه وكده، وخد منها الشوربه بتاعتها، يعني خليته بس شويه. وبعد كده رحت جايبه الرز بتاعي، رحت جايه حاطاه على وش الفته بتاعتي. الفته كانت جميله مش قادره اقول لكم. العيد، في العيد كانت ماما الله يرحمها كانت تعملنا الفته دي، ونتلم كلنا حواليها وتعملنا اللحمه نفس اللي انا كنت بعمله ده. تعمل اللحمه والصلصه وتحط اللحمه كده على الوش، ونقعد كلنا بقى ايه، نتلم بقى ناكل في الفته دي، كانت بتبقى طعمها جميل قوي. وبعد كده طبعا رحت جايه حاطه الصلصه اللي انا كنت عاملاها بالخل والثوم معاكم، حاطه على وش الرز كده. العيال بقى زي ما انتم شايفين ابني، بصي عمالين مش قادرين كالعاده بقى، عايزين ناكل، ريحه الاكل قلب الدنيا. خلصت طبعا، حطيت الصلصه على قلب الرز بتاعي، وطلعت بقى الصلصه كلها، شكلتي بيها الرز، بتبقى طعمها حلو قوي لما بتحطي عليها شويه الخل كده، وتش الخل في قلب التوميه كده. وبعد كده رحت جايه مخلصه خالص الصلصه، ما خليتش بقى في صلصه فايضه، لان احنا اصلا هو الرز بس اللي بتحط عليه الصلصه. وبعد كده طلعت اللحمه بتاعتي على الوش كده برضو، ايه زي ما بتكوني عامله مثلا، احنا بنكون عندنا عقيقه كده ولا حاجه، بنعمل الفته دي كده وبنطلعها مثلا للناس، بتبقى حلوه وطعمها جميل. هما النهارده اختاروا ان احنا نعمل لهم فته، قلت لهم خلاص هعمل لكم فته النهارده، وايه ورز كده وشوربه، ونقضي النهارده كده اليوم. كان الاكل بجد كان تحفه. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على النبي وانزلوا بقى اشتركوا لي في القناة يا حبايب قلبي، وحشتوني والله العظيم في الليل. كده انا بصفي الشوربة بتاعتي عشان بغرف الشوربة في قلب الطبق، عشان ولادي بيحبوا الشوربة يشربوها كده، نعصر عليها ليمونة ويشربوها على الاكل. صلوا على النبي بقى واختكم شهرزاد في الله. اللي ما شافش يوميات شهرزاد يخش يعمل لها كومنت حلو ويصلي لها على النبي. وايه رايكم في الاكل؟ ادوني رايكم في الاكل واكتبوا لي في الكومنتات تحت. تسلم ايدك يا احلى شهرزاد، تسلموا لي يا حبايبي، ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي.